حبايب قلبي، ازيكم؟ وحشتوني قوي. انا مرمر. الفيديو النهارده هيكون مشترياتي من كارفور. والله يا بنات انا يعني كنت متردده بصراحه اعمل الفيديو ده عشان سبب واحد، انه الاسعار بقت وحشه جدا. والله بقت صدمه بالنسبه لي لما بنزل دلوقتي بشتري. يعني انتوا لو عرفتوا الطلبات اللي قصادكم دي اتجابت بكام انتوا هتتصدموا. يعني انا نفسي مصدومه، بس انا قلت يعني هعمل لكم الفيديو عشان عايزه ادردش معاكم. يعني عايزه هو ايه اللي احنا وصلنا له ده؟ ايه ده؟ يعني الاسعار بقت الضعف. لما انا اشتكي ان الاسعار غليت، امال الطبقه اللي تحتيه تقول ايه؟ ما هو اكيد في ناس تحتيه. طب لما انا احس ان الاسعار غليت، امال الناس دي هتحس بايه؟ يعني بجد انا حاسه والله ان البلد فعلا ضاعت. هي مش لسه هتضيع، لا هي الحمد لله البلد ضاعت. بقيت كل ما انزل دلوقتي اشتري مشتريات بقيت يعني بنزل وانا متنكده عشان هدفع قد كده على حاجات زمان كنت بدفع يعني نص المبلغ وكمان ربع المبلغ، مش هقول نص، بس نقول ايه بقى، حسبي الله ونعم الوكيل. طيب بصوا، انا دلوقتي مش عارفه اذا كنت هستمر في فيديوهات المشتريات دي ولا لا، فانتوا قولوا لي بقى. لو حابينها تمام، لو مش حابينها خلاص براحتكم، لان انا بصراحه انا عن نفسي مش عايزه اعملها تاني علشان الاسعار غليت زي ما قلت، ومش حابه اصور لكم الفيديوهات ديت وانتوا بقى تشوفوا الاسعار ويعني تتصدموا، او مش عايزه اضايقكم يعني بالنسبه للاسعار وكده. فشوفوا انتوا حابين ايه وانا معاكم. بصوا يعني سريعا كده جبت الفلفل ده، فلفل الالوان سوري فلفل مخلل برطمان من وادي فود، على فكره الماركه دي حلوه قوي، وبصل مخلل. تمام. وجبت معجون الاسنان من ديودورنت، فظيع يا بنات النوع ده حلو قوي، بس لو جبتيه تستخدميه مره او مرتين بس في الاسبوع، مش اكتر من كده عشان سنانك ما تبش، لانه كتره وحش على السنان. تمام. هو كان في عرض انه معاه يعني فرشه. خلاص كده. بعد كده جبت النسكافيه 3 في 1 اللي انا بحبه. تمام. كمان جبت فيجيتار الفراخ حار السبايسي، بحبه قوي. كمان جبت الحبهان، شايفين دولت ب5 جنيه، اللي هو نعم هو كده 5 جنيه، اللي هو كام واحدة يتعدوا على الصوابع، اعتقد دي 20 واحدة او 25 واحدة، يعني في الرنج ده. الكيس ده ب5 جنيه، شايفين فاضي ازاي؟ شايفين الكمية؟ والله العظيم يعني سرقة ونصب انا ما شفتش. 5 جنيه حاجة مستفزة بصراحة. الكريمة اللباني. تمام. كان في عرض على المناديل دي الوايبس. انا بحاول امشي بسرعة في الفيديو لانه انا اساسا بعمله وانا ماليش نفس بصراحة ليه، بس انا قلت اعمله لكم عشان لو حد ايه حابب يعرف الاسعار او الدنيا فيها ايه او كده، او لو حد كان عايز حاجة يشتريها وكان ناسي، فانا بحاول افكركم بيها، بس والله مش اكتر من كده. دبس الرمان. تمام. خل برضو من وادي فود، حلوة الماركة دي، استنى عشان اوسع الدنيا. كمان جبت زيت سلايد للاكل وكده، بصراحة اول مرة اجيبه بس هو لطيف، او اعتقد جبته قبل كده بس مش فاكرة، بس اعتقد يعني مهم يعني هو خفيف، فده هيفيدني في الاكل وكده. طبعا لور باك فظيعة بموت فيها، حلوة قوي، لو انتي ما جربتهاش هاتيها هتعجبك جدا في الاكل. كمان جبت الهوت دوج ده، خلاص هو مقاسه كبير زي ما انتوا شايفين كده الشكل ده. خلاص. وجبت السجق الشرقي اللي هو من ماركة حلواني، حلوة قوي قوي الماركة دي. تمام.
جبت بقى اكياس مكرونات عاديه جدا، وجبت اكياس ملح، جايبه من ده 3 تقريبا خلاص. وزي ما قلت لكم جايبه كذا يعني كذا نوع مكرونه. وجبت غسول الفم ده حلو قوي، لازم يكون عندك. وجبت دي، استنى هوريها لكم، بسم الله. دي اللي بيعملوا بيها الحواجب. بصراحه انا عمري ما استخدمتها، يعني اول مره اجيبها. انا شفتها فقلت اجيبها كده واشوف الدنيا هتمشي ازاي، حلوه ولا وحشه. اكيد انتوا عارفينها البتاعه دي. وكمان جبت علبه البسكوت ده. هي انا جبت علبه كبيره عشان خاطر يعني سولي بالشكل ده، تمام. وجبت مناديل المطبخ، ثواني بس اعدل الدنيا. مناديل المطبخ دي حلوه قوي قوي. يعني المناديل نفسها تخينه وحلوه. جبت منهم 3 اكياس، يعني ادي كيس، وجبت كمان 3 تانيين. بس كده، هي دي المشتريات. يعني اقول لكم المشتريات بكام التوتال، يعني ب1000 الا 200، سوري 2000 الا 200 جنيه، يعني 1800 جنيه. اتفضلوا بقى، عشان شويه حاجات بالشكل ده. انا كنت بشتري الحاجات دي زمان والله ما كانتش بتقفل ال1000. نقول ايه بقى، يعني سرقه ونصب وحسبي الله ونعم الوكيل، والبلد بتبوظ، ومش عارفه اقول ايه بجد. الاسعار بقت وحشه وبقت صدمه. من يومين سوري من اسبوع تقريبا او اسبوعين اشتريت 4 حاجات بالظبط من مترو، دفعت عليهم 300 جنيه 4 حاجات. يعني لدرجه خرجت من السوبر ماركت ما صدقتش ان انا دفعت 300 جنيه في ايه ده، في حاجات عبيطه. رجعت الفاتوره وانا واقفه على مترو عشان اتاكد اذا انا كان عندي امل ان الراجل غلط في الحساب. لقيت فعلا ان كل حاجه مظبوطه. اتصدمت والله العظيم، اتصدمت. يعني الواحد دلوقتي مش عارف يعني ياكل ازاي ولا يشتري ايه، ولا احنا في ايه يا جماعه. انا مش عارفه البلد والله، يعني انا لما مش عارفه اتكلم والله. زعلانه جدا ومصدومه جدا، وعماله بفكر في الناس اللي اقل مني. طب الناس دي عايشه ازاي؟ يعني ربنا يرحمنا برحمته. قولوا لي بقى انتوا تجربتكم ايه مع الاسعار، وايه رايكم فيها، وقولوا لي اكتب لكم اسعار الحاجات دي تحت في الديسكريبشن ولا لا، لان انا بصراحه متردده اكتبها ولا لا. فقولوا لي، لو كده هكتبها تحت في الديسكريبشن. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. يلا باي باي.